تبدأ قصة فيلمين النهاردة مع مجموعة من المدرسين وهم بيحتفلوا بنهاية السنة الدراسية، وهنا بيقول ليهم مدير المدرسة إن زميلتهم إليزابيث هتسيب المدرسة ولازم يحتفلوا بيها عشان هي كانت زميلتهم في الشغل، وإن هي كانت مخلصة في شغلها، ويسلم إليزابيث قسيمة شراء بقيمة $37 مكافأة ليها، وطلب منها تقول كلمة لزمايلها المدرسين قبل ما تمشي، فقالت ليهم إنها زعلانة جدا إنها هتسيب الشغل لأنها كانت متعلقة جدا بالطلاب وكمان زمايلها في المدرسة، لكن كانت الحقيقة غير اللي هي بتقوله لأنها ما كانتش بتحب مهنة التدريس، وكان كل اللي بيشغل تفكيرها الفلوس. وأول لما خلصت راحت ركبت العربيه اللي كان جايبها ليها خطيبها وراحت عشان تقابله، فاتفاجئت ان هو وامه مستنيينها بقالهم فتره، وكان بيقول ليها انه مش هيكمل معاها، وهنا قطعته امه وبتتكلم مع اليزابيث واتهمتها انها ما بتحبش ابنها وان هي بس كل همها الفلوس بتاعته، وده لان اليزابيث خدت من الشركه بتاعته مبلغ مالي كبير وصرفتهم كلهم في فتره صغيره. وهنا حاولت اليزابيث تدافع عن نفسها، بس كان خطيبها مصمم على رايه وعايز ينفصل عنها لانه اتاكد ان عينيها على فلوسه. وبعد كام شهر بترجع تاني اليزابيث للمدرسه وكانت متضايقه لانها ما بتحبش الشغل بتاعها وعايزه تصطاد اي واحد غني عشان يصرف عليها، فقابلتها ايمي صاحبتها في المدرسه وبتقول اليزابيث ليها انها زعلانه عشان هي وخطيبها انفصلوا عن بعض، وكان واضح على ايمي انها فرحانه فيها وبتحقد عليها، فكدبت عليها اليزابيث وقالت لها ان هي اللي انفصلت عنه لانه كان بيخونها. وبعد كده بتروح للمكتب بتاعها وبتشوف مجلات الموضه، وكان الهدف من اللي هي بتعمله تدور على فستان جديد عشان تصطاد بيه عريس. وهنا جت زميله ليها اسمها لين عرضت عليها يروحوا مطعم ويتغدوا سوا، وكانت بتقول ليها اليزابيث انها عايزه تعمل عمليه تجميل عشان ترتبط بشخص غني وتلاقي حد يصرف عليها، فردت عليها لين ان دي فكره كويسه بس محتاجه فلوس كتير للعمليه. وفي اليوم التاني بتدخل اليزابيث الفصل بتاعها وهي متاخره، فخدت قرار انها مش هتشرح للطلبه اي حاجه النهارده وهتشغل ليهم فيلم على التلفزيون. بعد كده نامت شويه. في اللحظه دي كانت اليزابيث في وقت البريك بتتغدى وبيجي زميلها جاك وعرض عليها انهم يخرجوا مع بعض، وكان باين عليه انه معجب بيها، فرفضت اليزابيث وقالت ليه انها مش بتخرج الا مع الناس الاغنياء. بعد كده مشيت ورجعت لفصلها، وهنا بتقابل مدرس جديد وكان باين عليه انه غني، وراحت تتعرف عليه وقال لها انه لسه متوظف جديد في المدرسه، فحاولت تفتح معاه كلام وكان عندها فضول وسالته عن حالته الماديه عشان تعرف هو غني ولا تعبان، فاستغرب من سؤالها ورد عليها وقال لها ان العيله بتاعته اغنياء وعندهم سلسله محلات في تجاره الساعات. وبعد لحظات سالته اذا كان في حد في حياته ولا لا، فقال لها انه كان مرتبط وانفصل عن حبيبته من فتره صغيره، وان هو لسه محتفظ بصوره ليها على الموبايل بتاعه عشان هي كانت بالنسبه له فتاه احلامه واجمل بنت شافها. وهنا اليزابيث ابتدت تخطط وتفكر عشان تقدر تصاد صاحبها الجديد وتلفت انتباهه، فقررت انها تعمل عمليه تجميل وراحت لدكتور التجميل وطلبت منه يعمل لها العمليه في اماكن معينه في جسمها. بعد كده راحت للسكرتيره بتاعته عشان تعرف ثمن العمليه، فردت عليها السكرتيره وقالت لها ان العمليه هتكلفها $10,000 لانها تاخد وقت ومجهود كبير. وطبعا اليزابيث ما كانش معاها المبلغ ده، فرجعت البيت واتصلت على خطيبها اللي هي انفصلت عنه وطلبت منه مبلغ، وكانت بتتحجج انها تعمل عمليه خطيره ومحتاجه مساعده منه، لكن هو رفض يساعدها وقفل السكه في وشها. وكانت اليزابيث في الوقت ده قاعده في بيت واحد صاحبها وطلبت منه فلوس ورفض هو كمان وسابها ومشي. وفي اليوم التاني بتروح اليزابيث للمدرسه وكعادتها ما شرحتش للاولاد وشغلت ليهم فيلم عشان يتفرجوا عليه، ولما خلصت الحصه لاحظت ان في ولد وبنعرف ان اسمه شارت معجب بزميله ليه وكان بيحاول يصرحها بحبه. في اللحظه دي بتروح طالبه ليها وبتقول لها ان المدرسه عامله مشروع خاص بالطلبه وهيكون في مدرسين مسؤولين معاهم، فما اهتمتش اليزابيث بكلامها، لكن اتفاجئت لما قالت لها البنت انهم قدروا يجمعوا مبلغ $6,000 بسبب المشروع ده. وبسرعه بتروح لمكتب المدير عشان يخليها المسؤول عن المشروع لانها عرفت ان الموضوع داخل فيه فلوس. وهنا لاحظت ان المدير مهتم جدا بالدلافين بسبب الصور والدلافين اللي في مكتبه، وبدات تضحك عليه وبينت انها بتحب الدلافين جدا وانهم من اجمل الكائنات اللي في الدنيا، وكانت بتعمل كل ده عشان ينفذ لها طلبها. فاستغلت مهارتها معاه في الكلام وطلبت منه انها تكون المسؤوله عن المشروع، وهو كان عباره عن مشروع غسيل للسيارات، فرد عليها وقال لها ان زميلتها ايمي هي المسؤوله عن المشروع وماسكاه بقالها سنتين، فحاولت تقنعه بكل الطرق انه يخليها هي المسؤوله عن المشروع، وقالت ليه كمان ان هي بتحب ايمي وعايزاها ترتاح شويه لانها بتبذل مجهود كبير في مدرسه، وطبعا هي بتحور عليه عشان طمعانه في فلوس المشروع. فوافق المدير وراحت بسرعه تشتغل مع الطلبه وبدات تغسل العربيات، ولفتت كمان انتباه كل الناس اللي حواليها بسبب اللبس بتاعها. بعد كده بيجي زميلها المدرس الجديد اللي هي عايزه ترتبط بيه، ولاحظت انه معاه عربيه سبور وغاليه جدا، فعرضت عليه انهم يخرجوا مع بعض ويقضوا شويه وقت، وهنا زميلها احرجها ورفض الدعوه بتاعتها وتحجج ليها انه رايح يحتفل مع عيلته. وفي نهايه اليوم بتخلص اليزابيث غسيل العربيات وقدرت انها تجمع مبلغ كبير في اليوم ده، وكانت زميلتها ايمي لمحها من بعيد وكانت متضايقه منها عشان خدت مكانها في المشروع. وفي اللحظه دي المدير كان في الحمام وراحت ليه ايمي عشان تشتكي ليه من تصرف اليزابيث وان هي خدت مكانها في الشغل وانها استغلت جسمها عشان تعمل فلوس من غسيل العربيات. فتعصب عليها المدير وقال ليها ان ما يصحش انها تتهم اليزابيث بحاجه زي كده، وده لان عائلات الطلاب اللي بتدرس ليهم رحبوا جدا بيها وكانوا مبسوطين جدا من شغلها، وقرروا ان اليزابيث تغسل العربيات بتاعتهم طول السنه. وفي اليوم الثاني اجتمع كل عائلات الطلاب مع اليزابيث وشافوا ليها من مستويات اولادهم في الدراسه بسبب ان هي مش مهتمه بالشرح ليهم وبتفرجهم على الافلام، فردت عليهم اليزابيث ان هي ماشيه على نظام جديد في الدراسه بيساعد في وعي الطلاب عشان يقدروا يهتموا بمذاكرتهم، وطبعا هي بتحور عليهم عشان تبرر تصرفاتها، وكانت بتحاول تستدرج عائلات الطلاب عشان يدوها فلوس في مقابل انها تدي لاولادهم دروس خصوصيه. ومع الوقت
دلوقتي ابتدت تستخدم نفوذها كمدرسه وبقت تاخد اي حاجه موجوده في المدرسه عشان تبيعها وتجمع فلوس وتعمل عمليه التجميل، وده كمان عشان تلفت انتباه زميلها في المدرسه وتخليه يرتبط بيها. في الوقت ده بتروح ايمي للمدرس الجديد وبتديله كتاب هديه، وده بسبب عيد الكريسماس، وكان واضح من نظراتهم انهم معجبين ببعض. ومن الناحيه التانيه كانت اليزابيث قاعده في العربيه بتاعتها وبتحشش، وفجاه جت طالبه من الفصل بتاعها وسالتها ايه اللي هي بتعمله، فكتبت عليها وقالت لها انها بتشرب سيجاره طبيه، والدكتور كان وصفها لها عشان كانت تعبانه شويه. فاديتها البت حته كيكه كانت معاها وطلبت من اليزابيث تديها شويه نصايح عشان تكون ناجحه في حياتها، فقالت لها ان هي لازم تعمل الحاجات اللي هي بتحبها وما تخليش اي حاجه تقف في طريقها. بعد كده سابتها ومشيت. واول لما الدنيا ليلت بتروح اليزابيث حفله مع زمايلها اللي في المدرسه، وكان جاك مدرس الالعاب زميلها موجود وعرض عليها يشربوا حشيش مع بعض، فرفضت طلبه، وكانت دي تاني محاوله لجاك عشان يقرب من اليزابيث. بعد كده راحت ترقص مع المدرس الجديد اللي هي معجبه بيه، وقال لها انه عايز يحكي لها حاجه مهمه وان هو معجب بواحده زميلته في المدرسه، بس هو مكسوف يعترف ليها بحبه. وهنا اتحمست اليزابيث وكانت فاكره انه بيتكلم عليها، بس اتفاجئت انه بيقول ليها انه معجب بايمي صاحبتها اللي بتغير منها. وبعد وقت بسيط قالت اليزابيث ليه ان ايمي مش هتكون مناسبه ليه لانها شخصيه انانيه وفضوليه وانها كمان طمعانه في فلوسه. وهنا عرفته اليزابيث انها تعمل عمليه تجميل بعد فتره لان كان عندها امل يرتبط بيها. واول لما حست ان مفيش رد فعل منه رجعت الحفله مره تاني وطلبت من زميلها بتاع الالعاب انهم يروحوا يشربوا مع بعض، وقعدوا يتكلموا شويه مع بعض، واعترف ليها جاك انه بيحبها، بس هي ما كانتش مركزه معاه بسبب الحشيش اللي هي بتشربه. بعد كده غير جاك الموضوع وقال لها انه عارف انها تعمل عمليه تجميل ونصحها انها ما تعملهاش لانه كان شايفها جميله من غير ما تحتاج للعمليه. ورجعت بعد كده اليزابيث لبيتها وكانت بتشرب حشيش تاني، بس الولاعه بتاعتها كانت فضيت، فاتحركت لمحل عشان تجيب ولاعه تانيه، بس هنا لقت المحل مقفول. وبالصدفه بيشوفها طالب معاه في المدرسه اللي كان معجب بزميلته في بدايه الفيلم، وكان معاه والدته في العربيه. وهنا بتعزم والدته اليزابيث عندها في البيت عشان يحتفلوا سوا باعياد الكريسماس، فوافقت اليزابيث. واول لما راحت عندهم كانت العيله كلها فرحانه واحتفلوا مع بعض بوجود اليزابيث، بس هي كانت بتاكل ومنفضه لهم وما كانتش مهتمه بيهم من الاساس، وكانت حاسه بالملل. وبعد كده بيجي الطالب اللي في مدرستها وبيقرا ليها بيت شعر للبنت اللي معجب بيها، فنصيحته اليزابيث لو هو عايز يقرب من البنت دي لازم يعمل تغيير في شكله واسلوبه، لان لبسه ستايله قديم جدا ومعظم البنات بيحبوا الولاد اللي بيهتموا بشكلهم. وفي اليوم التاني بتروح اليزابيث المدرسه وقابلت زميلها سكات اللي معجبه بيه، وهنا بيعزمها على حفله موسيقيه للفرقه بتاعته. وفي الحفله بيقول لكل المعزومين انه كتب اغنيه للبنت اللي بيحبها وعايز يغنيها، ففهمت ايمي ان الاغنيه دي ليها، وكانت فرحانه جدا لانها كانت بتحبه. وكانت اليزابيث في الوقت ده متعصبه ومتضايقه منها لانها كانت بتحاول بكل الطرق تقرب من سكات، لكن في الاخر اتعلق بايمي. فمشيت اليزابيث من الحفله وراحت لصاحبتها لين وسالتها عن السبب اللي مخلي سكات ما يحبهاش هي، فحاولت لين تهديها وتقول لها انها لما تعمل عمليه التجميل كل الولاد هيجروا وراها. وبعد كده غيرت الموضوع وقالت لها ان في امتحان الوزاره هتعمله لافضل طالب في الولايه، ولو طالب من فصلها جاب الدرجات النهائيه هتتكرم قصاد كل المدرسين وهتاخد كمان مكافاه $6000. فانصدمت اليزابيث لانها اصلا ما كانتش بتشرح للطلبه، وكان كل الطلاب اللي في فصلها مستواهم ضعيف جدا. فراحت المدرسه وقررت تغير اسلوبها مع الطلاب وتعلمهم بجديه عشان تكسب المسابقه، فسالتهم شويه اسئله في المنهج واتصدمت انهم مش عارفين اي حاجه، وطبعا لانهم طول السنه مقضينها وبيتفرجوا على التلفزيون. فقالت لهم انها تبدا تشرح لهم المنهج واللي مش هيهتم هيتعاقب. وفعلا الطلاب ابتدوا يسمعوا كلامها، ومع مرور الوقت مستواهم بيتطور، وكانت اليزابيث بتتعامل بجديه مع الطلاب للمره الاولى في حياتها، وده طبعا عشان تكسب المسابقه وتاخد الفلوس. وفي اللحظه دي بنشوف ايمي بتكلم طالبه عن اليزابيث وسالتها اذا كانت شافت اليزابيث قبل كده بتعمل اي تصرف غلط ولا لا، وكان الغرض من سؤالها انها تقول للمدير ويطرد اليزابيث. فقالت ليها البنت انها شافت اليزابيث وهي بتشرب حشيش في عربيتها، فراحت بسرعه ايمي للمدير وقالت ليه على موضوع الحشيش، لكن المدير ما كانش مصدق كلامها لان ما كانش معاها اي دليل ضدها. وفي اللحظه دي كانت اليزابيث بتمتحن الطلاب اللي عندها عشان تقيم المستوى بتاعهم، وعلى الرغم من انهم جابوا درجات كويسه بس هي كانت متضايقه لانهم ما جابوش الدرجات النهائيه، لان كان هدفها ان يكون في طالب واحد يقدر يجيب الدرجات النهائيه في الامتحان ويكون الاول على مستوى الولايه عشان يكرموها وتقدر تاخد المكافاه. واول لما حست بالاحباط لبست باروكه واتنكرت وراحت قابلت سكرتير الوزير، وكان هو ده اللي هيحط الامتحان للطلاب، وكانت بتقابله بحجه انها عايزه تتعرف عليه وكانت عايزه تقضي معاه سهره لطيفه، وطلبت منه يروحوا المكتب سوا عشان يقضوا وقت لطيف مع بعض. وهنا بدون ما ياخد باله حطت ليه اليزابيث مخدر في العصير بتاعه. بعد كده دخلت الحمام، واول لما خرجت اتاكدت ان مفعول المخدر بدا يشتغل، وكان في الوقت ده مش في وعيه، فسرقت نموذج الامتحان، وده عشان تخلي الطلاب بتوعها يجيبوا الدرجات النهائيه. وبعد اسبوع اتجمع كل المدرسين في المدرسه، وكان المدير بيعلن عن نتيجه الامتحان، وقال ان فصل اليزابيث هو اللي فاز في المسابقه واداها شيك ب $6000. وكانت فرحانه جدا لانها هتعمل عمليه التجميل، فهنها سكات المدرس الجديد على فوز الفصل بتاعها في المسابقه. وهنا بتيجي ايمي وقالت ليها انها مبسوطه ليها، بس كان باين ان ايمي بتحاول تضايق اليزابيث، وبتقول لها انها ارتبطت هي وسكات، وقالت ليها كمان ان هم هيبقوا مشرفين في رحله الاطفال اللي هتطلع من المدرسه، بس اليزابيث ما بينتش ليها انها متضايقه. بعد كده بتروح للسكرتيره بتاعه دكتور التجميل ودفعت فلوس العمليه ورجعت المدرسه مره تاني، ودخلت فصل ايمي وما كانتش ايمي موجوده في الوقت ده، وحطت ليها في المكتب بتاعها تفاحه وكان عليها ورقه اعشاب مضره، ودي بتعمل حبوب في الوش وبتضره. واول لما ايمي دخلت الفصل
الفصل بتاعها كلت التفاحه وكانت فاكره ان الطلاب اللي عندها هم اللي جايبينها ليها. وبعد شويه طلب مدير المدرسه من اليزابيث انها تروح الرحله مع سكات مكان ايمي، لان ايمي كان ظاهر على وشها حبوب وكان خايف ان الطلاب يتعدوا منها. وكانت ايمي في الوقت ده متعصبه جدا لانها كانت متاكده ان اليزابيث هي اللي عملت فيها كده، بس هي ما كانش عندها دليل ضدها. فراحت الفصل وخدت المكتب بتاع اليزابيث عشان تفتشه، وهنا لقت درج مقفول بالمفتاح. راحت جابت شخص عشان يفتح ليها الدرج المقفول، واتفاجئت ايمي ان اليزابيث شايله في الدرج نموذج الامتحان اللي سرقته من سكرتير الوزير. وهنا قابلت السكرتير واتهمته ان هو سرب الامتحان وسلمه لاليزابيث، فرد عليها انه ما اداش اي حاجه لاليزابيث وانها كدابه وان هي في الوقت ده كانت عنده في المكتب وممكن تكون هي اللي سرقته. فرجعت ايمي لمدير المدرسه وحكت ليه على كل اللي حصل، وطلبت منه يكلم المسؤولين عشان يحققوا معاها ويعاقبوها على اللي حصل. وفي اللحظه دي كانت اليزابيث مع سكات في رحله المدرسه وبيشوفوا فندق يحجزوه عشان يباتوا فيه، فحاولت انها تقرب منه عشان تبعده عن ايمي وبتعمل معاه علاقه، وفتحت كمان تليفونه عشان تخلي ايمي تسمع صوتهم وهما مع بعض وكمان عشان تبوظ علاقتهم. وفي اليوم التاني بيتكلم مدرس التاريخ مع الطلاب وقال لهم ان الشخص الناجح لازم يكون عنده الشجاعه انه يقول كل اللي في قلبه. وهنا تشجع الولد اللي بيحب زميلته واعترف لها بحبه، وكان كل الطلاب شايفينهم مع بعض، وقال لها انه معجب بيها من زمان وان طول الوقت بيفكر فيها. واول لما خلص كلامه احرجته البنت قصاد كل زمايله واديته استماره 6 وقالت له انها مش طايقاه. وهنا اتاثر شرط وجري بسرعه وهو بيعيط من كلامها، وبسرعه بتروح اليزابيث وراه وقالت ليه انه يحاول يغير طريقته في الكلام ويحاول يغير ستايله عشان يلفت انتباه البنت اللي بيحبها. وبعد شويه جت ايمي وزعقت مع اليزابيث قصاد كل المدرسين عشان عملت علاقه مع حبيبها، وقالت ليها انه بكره عندها مقابله مع مدير المدرسه وكمان سكرتير الوزير عشان هيتحقق معاها بتهمه انها سرقت نموذج الامتحان. وهنا راحت اليزابيث لصاحبها واديته ظرف وطلبت منه يسلمه للسكرتير قبل ما يتحرك ويروح للتحقيق. وفعلا راح وقابل السكرتير وسلمه الظرف، واول لما فتحه اتفاجئ بصوره عريانه ليه وهو تحت تاثير المخدر. ففهم على طول ان اليزابيث عملت كده معاه لما كانت في مكتبه، وقرر انه مش هيشهد عليها عشان ما يتفضحش وصورته ما تتهزش في الوزاره. واول لما ابتدى التحقيق بيوصل السكرتير وقال انه ما شافش اليزابيث قبل كده خالص وانها ما سرقتش حاجه من مكتبه. وهنا اعتبر المدير اليزابيث بريئه لان ما فيش دليل عليها. بس ايمي اتضايقت وقالت لمدير المدرسه ان اليزابيث بتحشش، فردت اليزابيث بهدوء وطلبت من المدير يتصل بالشرطه عشان يجوا ويفتشوا مكتبها. وده لان هي كانت عارفه ان ايمي خدت مكتبها من اوضتها. وبسرعه بتوصل الشرطه وكان معاهم كلب وراح ناحيه اوضه ايمي، واول لما فتش الضابط المكتب لقى مخدرات وقبض على ايمي، وكل ده لانها نسيت ترجع مكتب اليزابيث لاوضتها. وفي نهايه السنه اجتمع كل المدرسين وشكرهم المدير على ادائهم خلال السنه، وقالت ليهم ايمي انها تروح لمدرسه تانية ومتحمسه جدا للموضوع ده عشان كان نفسها انها تتعرف على ناس جديده. وهنا سكات بيشوف اليزابيث وبيقول لها انه انفصل عن ايمي وعايز يرتبط بيها، والمفاجاه ان اليزابيث رفضته وسابته ومشيت. بعد كده بتروح لجاك مدرس الالعاب اللي بيحبها وقالت ليه انها فكرت في كل اللي حصل ووصلت في النهايه ان الفلوس مش كل حاجه، وان هي لازم ترتبط بالشخص اللي بيحبها لانه هو الوحيد اللي هيخليها اسعد انسانه. وعشان كده قررت في النهايه انها ترتبط بجاك. وبكده خلص النهارده ملخص فيلمنا. ما تنسوش يا اصحابي تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل